أول فيديو على يوتيوب. لطالما قلت البدايات رح تكون صعبة، بس بعد تعب سنتين قدرت أوصل 100,000 على انستغرام، 20,000 على يوتيوب، 20,000 على تيك توك. أنا عبد الله برغوث، ابن مدينة حمص، عمري 21 سنة. تغربت من سوريا بعام 2011 وطلعت على لبنان. كانت ظروف جدا سيئة، تقريبا طلعنا بثيابنا على شيء مجهول. طلعنا ونحن ما بنعرف شو رح يصير، طلعنا ونحن ما في شيء بالبيت لحد ما وقفوا معنا اولاد الحلال. المهم صرت اشتغل على عمر تقريبا 12 13 سنه. اشتغلت بسوبر ماركت. اول شيء كنت رتب الرفوف، اشيل النواقص عبيها بالسوبر ماركت، وطالت السنين. بعد سنتين من العمل قدرت اني اشتغل دليفري بنفس المكان، يعني مثل تطوير المرحله الجديده. استمريت على الدليفري اكثر من 7 سنين تقريبا. فتره لبنان كلياتها كان عبد الله بيشتغل دليفري، عبد الله ما افقه شيء غير الدليفري. وصلت لصف التاسع وانا عم بشتغل بالدليفري. صف التاسع رسبت فيه، رسبت لاني كنت ميقن انه الدراسه ما هي اللي رح تغير حياه عبد الله او تغير حياه هاي العيله. رسبت اول سنه بالتاسع وانا حاسس اني راسب، بس لما طلعت العلامات كنت انه خلص اخر همي عم بلعب وشو عمري صغير. تاسع شعور الرسوب كان صعب ومر كثير. لما تشوف اهلك انخجلوا فيك، حاطين فيك امل انت ما قدرت توصل لهني الشيء بالدنيا. هون عبد الله قرر يختار طريق جديد. 2018 كان عبد الله عم يسعى ليشتري كمبيوتر. اشتريت كمبيوتر ب $100 مستعمل وطورته بكرت الشاشه اللي دفعت حقه $150. طيب ليش عملت هالخطوه يا عبد الله؟ اوكي، هوا والعالم برا عم تطير. عملت هي الخطوه لانه كنت ميقن انه عالم السوشيال ميديا هو راح يكون لغز انتشال حياه عبد الله. ما نجحت. 2019 بعد سنه من الفيديوهات نزلت اكثر من 60 فيديو، 100 متابع يلي هن عيلتي ورفقاتي. ما قدرت اجيب متابع من فيديو واحد. بعد تعب حسيت بالخذلان وقررت كفي بالعلم. قررت بانفورميشن تكنولوجي. لما كملت دراستي بالبرمجه كان عندي التاسع نفسه بالاي تي، بالسي اي اس بخلدي. نجحت بدون ما ادرس. كنت عم بشتغل وكان همي الوحيد اني انا جمع مصاري، انا كون شخص عم يساعد اهله لحتى نطلع من هاي المرحله. نجحت بدون دراسه، درست قبل بيوم واحد من الفحص ونجحت. هون النجاح علي هون انه ما في شيء مستحيل. الخطوه اللي اخذتها اخر يوم من قبل الفحص درست فيها واجتهدت، نجحتني ثاني نهار. كانوا 4 امتحانات بنفس اليوم. بعد نجاحي بشهرين رجعت على سوريا بال 2020 اشتغلت بحمص. اول شيء رجعنا، اول شيء لقينا بيتنا مدمر بحمص، استاجرنا بيت لمده سنه. هون بلشنا نغرق بالديون لحد هاي اللحظه. انا لحد هاي اللحظه على يدين مبلغ قيمي، لحد هاي اللحظه ماني قادر اوفيه، رغم انه انا موجود على السوشيال ميديا. الناس بتفكرني انه عبد الله عم يطلع مصاري. نحكي بهي القصه بفيديو ثاني، كيف بدنا نربح من السوشيال ميديا. وصلت على سوريا، انا كنت لازم اشتغل. اشتغلت بضيافه البرغوث يلي هو ابن عم ابي. كنت طلع 6000 ليره بال 2020، كان مبلغ منيح اني كفي مصروفي. بعدين ابي قرر يظبط البيت كمان. هون علقنا بدين ثاني، ظبطنا البيت. طيب خلال تظبيط البيت عبد الله كان عم يشتغل مع الورشات. عبد الله دهن البيت اكثر من مره، عبد الله شال الانقاض، بيتنا كان مدمر، بيتنا حرفيا هذا البيت كان عباره عن خرابي. اشتغلت بعدها بالبرادة عند خالي. بعدين رجعت اشتغلت دليفري بمحل موبايلات. اشتغلت عنده تقريبا لل 2022. من 2020 تقريبا هون كانت المراحل الشغل يجي ورا بعضه، سنه كامله. اشتغلت عنده سنه او سنه ونص تقريبا بمحل الموبايلات. طيب عبد شو عم تحكي هون؟ يعني بنص شغلتي بالدليفري قبل ما انهي بسنه ونص، يعني تقريبا بعد 6 شهور صرت صور حمص. ما كنت عارف شو عم تساوي، بس ولكن في فكرة براسي انه انا لازم اكون شيء بالنهاية. انا لا افقه شيء بالتصوير، ما بعرف ليش فت بهذا الشيء يلي هو التصوير. انا كنت حابب فوت العاب جيمنج. ليش تغير هالتفكير؟ ما بعرف. ليش فت فيه؟ ما بعرف. كنت عم بتسلى. اساسا عبارة انا انه ماسك موبايلي وانا على البسكليت، وقف في مكان حلو صوره وضل ماشي. كان لحتى ارفه عن نفسي بالدليفري مضطر اني اعمل هذا الشيء لارفه عن حالي، وقدرت اجيب 10,000 متابع. هون صدقوني كانت الفرحة. انا عندي ال 10,000 متابع، وكنت كل رقم عم زيده قبل ال 10,000 اهم من ال 100,000 اللي وصلت لها هلا. ليه؟
عبد الله وقتها قرر يترك دريم كرمال يفوت بهذا الشيء. طبعا عملت دعاية أخذت عليها 25,000، وأنا كان راتبي كلياته عند دريم يعني شغلة 35,000، وكان 25,000 من وراء إعلان مبلغ حلو. يعني أنا ما عملت شيء، ما في عذاب الشمس والمطر، أنا تحت المطر عم ينزل علي الشتاء، أو أرجع نهاية الصيف يكون جسمي كله أسود. لا 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 لا، رحت صورت أخذت 25,000. كان بداية تحول. هون أنا أيقنت إنه لازم أعمل شيء. فكرت كثير عبد الله شو ممكن يصير. إذا بترجع لحسابي بالإنستغرام بفترة بتشوفوا في سكتشات عملتها، إني كنت حابب أفوت بسكتشات، ما جابت نتيجة مثل التصوير. أنا كنت أستغرب أساساً الفيديو تبعي فورا يضرب والناس تدعمني، عبد الله أنت تصويرك حلو، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. ما بعرف أنا حرفياً ما بعرف شو اللي صار. تركت شغل دريم وفت بس بالسوشيال ميديا، دينا على حاله حرفياً. ميقن بيوم من الأيام اليوتيوب يلي هذا الفيديو عم بعمل فيه هل ممكن يغير حياتي؟ نحن اليوم يوم 4 ب 2025. أنا هذا الفيديو راح نزله أول فيديو على يوتيوب، وشوف نفسي وين راح أكون. عبد الله اليوم عنده 20,000 متابع على يوتيوب من فيديوهات الشورت. هاي قصة بتمنى تكونوا سمعتوها، تاخذوا عبرة إنه أنا بلشت بس كانت هواية إني أنا بس رفع عن نفسي من ضغط الدليفري. اليوم هي حياتي، روتين حياتي. بحب كتير اليوتيوب، بحب كتير كل شخص موجود عليه، ما بيهمني هو شو بيقدم محتوى، بحب إنه هو سعى. فبهدي نفسي هذا الفيديو، وصار وقت إني رد على أسئلتكم. أول سؤال عنا عبد الله، أنت بيوم من الأيام هل رح تفكر تعتزل أو تطلع من عالم السوشيال ميديا؟ بس كانت بتعتزل. بداية أنا حابب أوضح شغلة وحدي، أنا ماني طالع من هذا المجال، اخترت الطريق، بدي أنجح، رح أحارب لآخر خطوة لحتى أحقق النجاح. لازم أترك إلي بصمة بعالم السياحة. السؤال الثاني عنا، لحظة غيرت حياتك. لحظة غيرت حياتي هي كانت هذا الشيء اللي عم تشوفوه حاليا من صناعة المحتوى، من الفيديوهات اللي عم أقدمها، من الشيء اللي أنا فت فيه وعن جد صرت حبه بطريقة إنه أنا حابب إنه فرجي بلدي للناس. ثاني خطوة إني ألف بلاد الناس. أنا حابب أكون جو حطاب الثاني نسخة سوريا. هاي النسخة راح تكون لو الماديات كانت ضعيفة اليوم، أنا ميقن بعد فترة من الفترات راح أكون شخص ناجح. السؤال الثالث بيقول، هل ندمت لأنك رجعت على سوريا؟ أول ما رجعت على سوريا رح أحكي لكم قصة حلوة. كنت مفكر إنه سوريا عبارة عن ما فيها كهرباء بنوب، ما بعرف وين جاي، ما كنت بعرف بلدي. بتذكر إني بس درست بمدرستي خديجة الكبرى كنت أرجع البيت، بس هذا اللي بتذكره من طفولتي. لا ما ندمت ولا رح أندم لأني رجعت على هاي البلد، لا هلا ولا قبل ولا بعدين. وبنفس الوقت فخور لأني عم أقدم محتوى بليق بهذا البلد. السؤال الثالث، قد ايه بتطلع أرباح من الانستغرام؟ هلا مبدئيا ما في شيء اسمه ربح من الانستغرام ولا عن المشاهدات، بس ولكن بعد هذا الفيديو في فيديو بنحكي انه كيف نطلع ارباح في السوشيال ميديا. ثالث خطوه رح يكون فلوج. عم صور هذا الفيديو وانا بكره مسافر على النبك، يعني رح يكون في فيديوهات خارقه بالنبك باذن رب العالمين. حبيت احكي لكم هاي القصص عن حياتي. بالفيديو الاول باليوتيوب هو ذكرى لإلي او رساله لإلي لبعدين، او نظره رح انظرها لنفسي بعد فتره. بنفس الوقت حابب اعطيكم مين هو عبد الله. الفيديو الثاني رح يكون عن ارباح اليوتيوب او ارباح السوشيال ميديا بشكل عام بسوريا، وكيف نحن بنقدر نحقق ربح من سوريا. ثالث فيديو رح يكون بفلوجات اللي رح بلش فيها. واذا انت لاول مره بتتابع عبد الله لا تنسى تعمل لايك وشير وتعمل اشتراك للقناه، واشوفكم بعد فتره بفيديو الثاني. هذا الفيديو رح اترك رساله لنفسي، اشوف حالي وين رح صير بعد سنين. تشاو.